عارف انا ما اعرفش اكذب. هو انا خدت مكافاه من سياده مستشار مرتضى منصور، مش انا والله لوحدي. انا المستشار مرتضى منصور كان هو وقتها بيشغل ايه؟ كان نائب رئيس نائب رئيس نادي الزمالك والمشرف على الكوره. عمل لك مكالمه تصريح وانا بحترم. انا اربأ برجل الاعمال الصديق محمد ابو العينين ان يكون وعد اللعيبه بفلوس عشان يكسبوا الزمالك. اربأ ويتحدثون عن رجال اعمال اخرين لم اتاكد بعد. يا جماعه دي رياضه بالشرف بالكرامه بالمجهود في الملعب مش بالفلوس. هنا يا استاذ عمرو اديب زعلان ان محمد ابو العينين لو عمل مكافآت لسيراميكا عشان يكسبوا الزمالك. زعلان زعلان ليه؟ زعلان عشان رئيس نادي المنافس اللي هيلعبه اخر ماتش في الدوري عامل مكافآت لفرقته تكسب الزمالك. هو زعلان عشان كده. عمرو اديب زعلان ليه؟ ايوه، صدق ولا تصدق يا جدعان. عمرو اديب زعلان ان ابو العينين عامل مكافآت لفريق كليوباترا اللي هي فرقته، ان لو كسب الزمالك كل واحد ياخد 150,000 جنيه. والزملكاويه قبل كده زعلانين ان حارس سموحه طلع في اخر هجمه عشان كان عايز يجيب جون في الزمالك. اقول لك ايه، انتوا ما بتعرفوش تاخدوا الدوري غير كده يا جماعه. على فكره شيكابالا انا من شويه ابراهيم فايق على حوار حارس سموحه قال يا جماعه احنا مالنا، احنا خدنا 3 بونت، اقفل على نفسك خلاص مالكش دعوه. انتوا بتعملوا حوارات ليه؟ بتعملوا جدل ليه؟ بتعملوا دوشه ليه؟ بتعملوا شوشره ليه؟ في ايه يا جماعه؟ مش كده. ايوه ابو العلين عايز يدي الدوري للاهلي، ايه المشكله يعني؟ مش عيب. انت زعلان ليه؟